اهلا بيكم سنة 5 ابتدائي. دلوقتي هنشرح اول درس في الوحدة التانية. بيتكلم عن ايه؟ قال لي بيتكلم عن انتصارات الجيش المصري عبر ايه العصور. يعني هنتكلم الجيش المصري انتصر في ايه عبر العصور. عندنا موجود 4 عصور: عصر الدولة القديمة والوسطى والحديثة والقرن العشرين. تمام. يعني هنتكلم الجيش المصري انتصر في دولة قديمة في حرب ايه، والوسطى في حرب ايه، والحديثة والقرن العشرين. اول حاجة احنا لازم نعرفها ان الجيش المصري ده يعتبر من اقوى واقدم الجيوش في العالم. طيب، ومصر تعرضت لهجمات كتير من العدو، وطبعا اي حد بيتعرض لهجمات في ايه في وقت ما الدولة بتبقى ضعيفة. تمام، عشان النقطة دي هنحتاجها بعد من كده. طيب، بعد من كده ان برضو ان اي دولة بتتعرض لغزو بيبقى ليه عشان ايه ياخدوا ايه خيرات البلاد دي. طيب، اول حاجة بقى هنتكلم عليها اللي هو عصر الدولة القديمة. طيب، قديما ايه الحرب اللي قامت قديما؟ قال لي طبعا في حرب قامت قديما. ليه؟ بصوا دي كده خريطة مصر هنا كده، اللي هي فين؟ قال لي في شبه جزيرة سيناء. قال لي في الدولة القديمة، قال لي في بداية الأسرة الثالثة مصر تعرضت ايه هجوم من القبائل في حدود ايه؟ قال لي حدود الشمالية الشرقية اللي هي فين؟ قال لي في شبه جزيرة سيناء. طيب، قال لي في ملك اسمه الملك زوسر. الملك زوسر ده عمل ايه؟ قال لي لا، قال ده انا لازم ايه اصد الهجمات دي ولازم احمي البلاد. فالملك زوسر عمل ايه؟ قال لي عمل ايه؟ قام الملك زوسر بتوحيد كل اقاليم مصر ونظمها وسلحها كلها. قال لي ليه؟ قال لي عشان نصد هجمات العدو. وفعلا نجح ان هو ايه يصد هجمات العدو ويحمي ارض شبه جزيرة ايه سيناء. دي كانت فين؟ قال لي كانت في الدولة القديمة. طب الدولة الوسطى، اول ما يقول لي الوسطى هنعرف على طول اللي هي الهكسوس. تمام، يبقى الوسطى مرتبطة بمين؟ قال مرتبطة بالهكسوس. طيب، الهكسوس ديت طبعا انها الهكسوس دي جت لمصر وجت استولت على مصر. تمام، فعندي 3 ملوك جم ايه حاربوا الهكسوس. طبعا في ملكين انهزموا وملك واحد هو اللي انتصر. طيب، الملكين دول ومين الملك اللي انتصر؟ قال لي ان الهكسوس دول كانوا قبائل جت في مصر وايه وغزت مصر واحتلتها. طبعا جه عندنا ملك اسمه ملك كاموس وملك مين سكن الرع. كاموس وسكن الرع ده الاب والابن. جهم ايه قالوا ايه ان هم ايه عشان ايه يصدوا هجمات الهكسوس. طبعا الاتنين فشلوا، كل واحد كان لوحده. فجت اياه حطب ديت تبقى ام مين؟ ام احمس، اللي هي قالت ايه لا ده انا جوزي وابني ماتوا، لا ده انا انا هشجع احمس ان هو يهاجم الهكسوس وينتصر عليهم. وفعلا ان احمس هو الوحيد اللي انتصر. وانتصر على مين؟ قال لي انتصر على الهكسوس وطردهم خارج مصر. وهو يعتبر مين؟ يعتبر احمس هو بطل التحرير من ضد الهكسوس. طيب، ايه تاني؟ طرد الهكسوس من مصر، وهو مؤسس الأسرة قال لي هو مؤسس الدولة الحديثة. تمام، وأحمس ده نجح بسبب بسبب تشجيع أمه إياه حطب. طيب، بعد من كده هنتكلم بقى عن عن عصر الدولة الحديثة. اول بقى ما يقول لي عصر الدولة الحديثة هنتكلم عن معركتين: معركة اسمها معركة مجدو والتانية اسمها معركة قادش. طيب، معركة مجدو كان فيها مين؟ قال لي كان فيها تحتمس الثالث. قال لي ضد مين؟ قال لي ضد امير قادش. طيب، تحتمس الثالث ده قال لي قاد تحتمس الثالث العديد من قال لي تحتمس الثالث ده قاد العديد من قاد 16 حملة. طيب، تحتمس الثالث ده قال لي قاد 16 حملة. قال لي ليه؟ علشان يحمي ارض مصر. طيب، عمل ايه تحتمس الثالث ده؟ قال لي تحتمس الثالث جه قال ان هو لازما يجهز جيش قوي علشان يحارب امير قادش. طيب، الاتنين دول اتجمعوا فين؟ قال اتجمعوا في حتة اسمها مجدو. تمام.
طبعا كان اللي اختاروا اسمها مدينة مجده. طبعا هم اختاروا المدينة ديت. قال لي ليه؟ قال لي علشان المدينة ديت بتبقى ايه سهل يعني ايه ضيقة، وكمان موقعها متميز، وكمان ايه ان هي ايه صعب الوصول ليها، يعني طريقها بيبقى صعب شوية. طيب بعد من كده بقى قال لي ايه ان تحتمس الثالث عمل ايه؟ قال لي كان في نفق ايه صغير كده، هو نفر واحد بس اللي يعدي عليه. طيب امير قادش امر جيوشه كلها ان هم ايه يعدوا ايه يفكوا العجلات الحربيه ويفكوا الاحصنه والحاجات دي كلها، ويعدوا من ورا بعض. فطبعا ايه لما عدوا النفق ده حصل ايه؟ قال لي ايه العدو التاني اللي هو امير قادش بالجماعة اللي معاه. طبعا لما انت بتخد اي حد فبيحصل ايه؟ بيحصل ارتباك. طيب هم هيفضلوا موجودين مكانهم ولا هيتهزوا كل واحد هيروح في حتة؟ قال لي لا، ده ايه ده بعد ما تحتمس الثالث عمل لهم نظام المفاجأة، لا ده العدو التاني ايه تفكك. العدو التاني تفكك بقى كل واحد ايه يروح في حتة. طيب بعد من كده قال لي ايه؟ قال لي ان ايه ان تحتمس الثالث عمل نظام المفاجأة، والعدو التاني فضل ايه يجري في مدينة مجده، وكلهم ايه كل واحد بقى يروح في حتة. طبعا تحتمس الثالث جه وحاصر المدينة، وبعد من كده ايه ان ايه استسلموا. طيب بعد من كده بقى ديت ايه كانت معركة مجد، وانتصر فيها تحتمس الثالث على امير قادش. طيب النقطة اللي بعد من كده اللي هي معركة ايه؟ معركة قادش. طيب معركة قادش قال لي معركة قادش ديت رمسيس التالت ضد مين؟ قال لي ضد الحيثيين. طيب رمسيس التالت ضد الحيثيين. قال لي رمسيس التالت ده دخل في حروب كتير وانتصر عليها كتير طبعا، وعمل ايه وانتصر كمان على ايه الحيثيين. بس انتصر عليها ازاي؟ قال لي بحاجة اسمها معاهدة. عمل بينه وبين الحيثيين حاجة اسمها معاهدة. قال لي معاهدة السلام. دي تعتبر أول معاهدة في التاريخ اللي عملها مين؟ اللي عملها رمسيس الثالث ايه ضد مين؟ ضد الحيثيين. تمام. طيب بعد من كده هنتكلم عن ايه؟ عن القرن العشرين. اول ما يقول القرن العشرين هقول له ايه؟ حرب ايه؟ اكتوبر. طيب حرب اكتوبر احنا طبعا كلنا عارفين حرب اكتوبر، وانها قامت في رمضان، وكان في حاجة اسمها خط بارليف. كانوا بيقولوا ايه ان الخط ده ايه خط منيع محدش يقدر يوصل عليه، بس الجيش المصري انتصر عليه وخد ارض سيناء من اسرائيل. تمام. طيب بعد من كده ان خط بارليف ده طبعا المصريين عرفوا ان هم يخلصوه ويدخلوا على ارض سيناء ويحطوا رجلهم عليها خلال 6 ساعات. تمام. طيب نزلوا خط بارليف المنيع ده ازاي؟ قال لي بحاجة اسمها خراطيم المياه. بيجيبوا خراطيم المياه ويقوموا ضاربينها في خط بارليف، وكان الخط بارليف ده عبارة عن رمل كبير اصلا كده. فطبعا ده كله ايه نزل، واستطاع الجيش المصري ان هو ايه ينتصر على خط بارليف. طيب بعد من كده ايه ان حرب اكتوبر دي كانت في عهد مين؟ قال لي في عهد السادات. طيب قال لي كان في طبعا عشان المصريين كان في ما بينهم شفرة، حاجة اسمها شفرة، عشان ايه محدش يعرف ايه الكلام اللي هما بيقولوه، فكانوا بيستخدموا في الشفرة دي ايه؟ قال لي كنايم النوبة. تمام. يعني الكلام اللي اهل النوبة بيتكلموه كان ايه المصريين في حرب اكتوبر كانوا بيستخدموه شفرة ما بينهم. ليه؟ قال علشان يعرفوا يكلموا بعض وينتصروا في هذه الحرب. طيب بعد من كده قال لي ان المصريين القدماء كانوا بيتميزوا بايه؟ قال لي بيتميزوا بحاجة اسمها الشجاعة والقوة. طبعا المصريين القدماء ما كانوش، يعني المصريين عموما ما كانوش ايه من طبعهم ان هم ايه الحرب. طبعا كانوا ايه بيدافعوا الدفاع، كانوا بيعملوا نظام ايه الدفاع عن النفس او الدفاع عن الوطن. طيب قال لي لو عدو جه يحارب المصريين فكان ممكن يعمل معاهدة معاهم، او ان هو ايه يدافع عن البلاد، ولو ما كانش فيه كده ايه يدخل ايه في عملية حرب. طيب قال لي طب ايه الدليل ان يعني المصريين ما كانوش ايه مايلين للحرب؟ قال لي عندي في معاهدتين. طبعا في عندي معاهدتين. طيب ايه المعاهدتين؟
قال لي في معاهدة قديمة اللي هي عملها مين؟ رمسيس الثالث ضد مين؟ الحيثيين. والمعاهدة الحديثة كانت في حرب أكتوبر، اللي هو أنور السادات عمل معاهدة مع إسرائيل، كان كام؟ 1979. تمام، ديت المعاهدة اللي عملها مين؟ أنور السادات مع إسرائيل، اللي هو الاستعاد لاستعادة مصر شبه جزيرة سيناء. تمام. طيب يبقى عندي هنا معاهدتين، معاهدة قديمة ومعاهدة حديثة. وحرب اكتوبر كان 1973. تمام. يبقى كده عرفنا الدرس بتاعنا. لو في اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.